عندي قطعة ستيك راح اخذها اسويها شرايح طولية، ما راح تكون كلش ضعيفة ولا كلش سميكة، يعني بهذا الشكل. وبطاوة حارة كلش على النار راح اخلي شوية زيت وابدأ انزل الشرايح مع اللحم، اضيف لهم قطعة من الزبد حتى تنكه اللحم عندي. ولما اللحم ياخذ هذا الشكل من الجهتين راح اطلعه واخليه على صفحة. راح ارجع اخلي قطعة زبد صغيرة واحط بيها بصل مثروم ناعم. لما البصلاية تذبل راح اخلي عليها فطر مقصص بهذا الشكل. ولما يذبل الفطر راح ارجع اللحم عليه، راح اضيف ملح وفلفل اسود. وهنا عندي مرقة عظم راح اضيفها على الخليط، تقدرون تستبدلوها باي شيء، ماجي او غيره. وعلبة من الكريمة اضيفها فوقها. اغطي الخليط واخليه على نار هادية لحد ما يتسبك كل زين واللحم يستوي. راح اسوي تمن اصفر او تمن منكه بشوربة العظم. راح اضيف عليه البيف ستراغانوف. راح اضيف رشة من البارميزان اختيارية. بهالشكل يكون الطبق مالتنا جاهز، ما راح ياخذ من عندنا ربع ساعة. سهل وبسيط وخفيف على الفطور. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تشاركوا ويا اصحابكم، واشوفكم بالفيديو الجاي، ومع الف سلامة.